يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهو ده معنى دي بقى قاعدة العبودية. قاعدة العبودية الافتقار. إيه الافتقار؟ أن يعرف العبد نفسه وأن يعرف ربه، فيؤمن أنه يستحيل على الرب أن يكون عبدا، ويستحيل على العبد أن يكون ربا. قال الأعمش رحمه الله: يد الله فوق عباده، فإذا تكبر العبد، فإذا رفع راسه كده، حب يرفع راسه كده، طأطأها له أو ضربها له، كسرها له. وإذا تواضع العبد ستره، يحميك بقى. شفت ازاي؟ فما تقولش انا هو دي علتنا ان انا مش قادر اعمل. النبي عليه الصلاه والسلام جلس، الحديث عجيب جدا، الحديث ده في مسند الامام احمد. جلس النبي عليه الصلاه والسلام، وحديث حسن، وبصق على يده عليه الصلاه والسلام. بصق على يدي دي ما حدش يعرف طبعا، صح؟ ولا حد قرفان ولا حاجه؟